السلام عليكم احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كما كتلاحظوا معايا اليوم جبت لكم الدجاج بالدغميره كيجي غزال. عندي هنا معدنوس، وهنا خديت واحد 3 الفصوص ديال الثومه. غندير واحد معلقه صغيره ديال السمن، الملحه، والملحه ديما كتبقى على حسب الرغبه. وعندي نص معلقه ديال الابزار، عندي معلقه ما عمرش ديال الكركم او الزعفران، عندي معلقه ديال السكينجبير، عندي واحد 2 معالق ديال صلصه الصويا، عندي واحد حبه ديال البصله مقطعه صغيره. غادي نخلط هاد العناصر مزيان في هاد المول ديالي. غنضيف لهم واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نحاول نخلطهم مزيان حتى تنسجم العناصر مع بعضياتها. هنا خديت واحد صدر ديال الدجاج بالفخاد، وكتبقى على حسب عدد الاشخاص. كنحاول ندخل فيه ديك الدغميره مزيان، عفوا ديك التتبيله مزيان، وكنحطو في الطنجره. وكذلك حتى الفخاد كنحاول ندير فيه ديك التتبيله مزيان. عندي هنا شويه ديال الكبده وشويه ديال واحد العنيقات. هنا غادي نكب عليهم هذيك التتبيله اللي بقات لي. عفوا، كتعرفوا مع هذا الجو اللي كاين هاد الايامات ما كاينه غير الرواح. الله يشافي جميع المسلمين. هنا كنحط الدجاج ديالي كما كتلاحظوا يتشحر لي شويش. هنا عاد كنضيف عليه الزيت العود، 4 كاس ديال زيت العود. ما تضيفوش الزيت بزاف، كيبقى على حسب القطع ديال الدجاج اللي عندنا. وكنضيف عليه واحد حبه ديال البصله كبيره اللي مقطعه، وكنضيف الماء اللي غادي يطيب ليه داك الدجاج نصف لتر. وصافي كنسد عليه الطنجره ديالي وكنخليه حتى كيطيب. هنا كما كتلاحظوا ملي طاب لي الدجاج ديالي كيجي غزال طايب، طايبيه هكا بلا ما تحمروا راه كيجي غزال. غادي نهز ديك القطع ديال الدجاج باش ندخلهم للفرن. المريقه ديالي ها هي كتبقى مدغمره غزاله. هنا الدجاج ديالي غادي ندهنو بواحد شويه ديال الزبده مذوبه وفيه قطرات ديال صلصه الصويا المعروفه بالزوجه. هنا الدجاج ديالي من دخلته من الفران او واخده لي هذا اللون الذهبي غزال، وكنحضروا في طبق التحضير. كنحط عليه ديك المريقه اللي مدغمره ديالي هكا بهذه الطريقه، وكنزينو بشويه ديال الحامض والزيتون محمض. وبالصحه والراحه، وفيديو اخر ان شاء الله.